وقد ساهم المكتب بفضل خبرته وفعالية مقاربته الاستباقية في تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية وتلافي العديد من التهديدات في المغرب وفي العالم. باقي التفاصيل في تقرير مريم تسوري. منذ تأسيسه قبل 10 سنوات استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية لعب دور محوري في تفكيك خلايا إرهابية وإجهاض العديد من المخططات الإجرامية كانت تستهدف استقرار المغرب. المكتب يعتمد استراتيجية ترتكز على مقاربة أمنية شاملة مندمجة ومتعددة الأبعاد محورها العمل الاستباقي، كما يشتغل بطريقة منتظمة ومتطورة وبتنسيق مع المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. بفضل هذه الاستراتيجية وهذا التنسيق تم خلال الأعوام 8 الأولى من إحداث المكتب تفكيك 90 خلية إرهابية، من بينها 84 خلية موالية لتنظيم داعش. عمليات تفكيك هذه أدت إلى توقيف أكثر من 1500 شخص خلال نفس الفترة. وبفضل التعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ساهم المكتب في تعزيز أمن المغرب ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالجماعات المتطرفة. كما تأكد دوره في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والجرائم الإلكترونية. يعد التعاون الدولي ركيزة أساسية في جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فقد عزز المغرب شراكاته مع دول ومنظمات أمنية عالمية لضمان التصدي الفعال للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود. فالمكتب يعمل بتنسيق وثيق مع الإنتربول واليوروبول وأجهزة أمنية في أوروبا وأمريكا وإفريقيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإرهابية. وبفضل هذا التعاون تمكنت المملكة من تقديم معلومات استباقية ساعدت في إحباط هجمات إرهابية في عدة دول. في الشأن المغربي دائما، حيث أدى انهيار جزئي لبناية سكنية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء أدى أمس إلى إصابة 3 أشخاص. تفاصيل أخرى عن هذا الحادث في مواعيدنا الإخبارية. في إنجاز علمي غير مسبوق على مستوى العالم، كشف باحثون صينيون عن أول شريحة اتصال قادرة على العمل على جميع نطاقات الترددات، وهو الاختراع الذي يتوقع أن يقلب كل المعادلات المعروفة في المجال. وتتميز هذه الشريحة التجريبية بقدرتها على تحقيق سرعات نقل بيانات مذهلة تتجاوز 100 جيجا بايت في الثانية، مما يمثل قفزة تقنية حاسمة تمهد الطريق لجيل جديد كليا من الاتصالات اللاسلكية. وجاء هذا الإنجاز نتيجة عمل فريق بحثي مشترك من جامعة بكين وجامعة مدينة هونغ كونغ، حيث تمكن الباحثون من دمج وظائف 9 أنظمة لاسلكية منفصلة في شريحة واحدة لا يتعدى حجمها ظفر الإبهام. وبهذا يحطم هذا الابتكار جميع الحواجز التقنية السابقة عبر دمج طيف ترددي هائل يتراوح من 0.5 جيجا هرتز إلى 115 جيجا هرتز في وحدة متكاملة واحدة. يعتمد تصميم الشريحة على مادة متقدمة تسمى لنيوبات الليثيوم ذات الغشاء الرقيق تيفلا، والتي سمحت بتصغير جميع المكونات اللاسلكية الأساسية بشكل غير مسبوق. تستخدم الشريحة منهجية بصرية إلكترونية مبتكرة، حيث يقوم موجه كهربصري واسع النطاق أولاً بتحويل الإشارات اللاسلكية إلى إشارات ضوئية، والتي تجري معالجتها بعد ذلك بواسطة مذبذبات بصرية كهربائية لتوليد إشارات مستقرة ونقية تغطي كامل نطاق الترددات من الميكروويف إلى موجات التيرا هرتز.